السلام عليكم. رجعنا لكم بفلوج جديد. ان شاء الله الفلوج هذا تكملة الفلوج اللي طاف اللي هو معرض الصقور بالرياض. ان شاء الله الحين بغطي لكم اللي هو سوالف الكشتات اللي هم اجهزة الايكوم، زل، عزب، الامور هذه اللي هي تخص الكشتة يعني. فان شاء الله خندش الحين داخل بس واصور لكم شنو فيه. طبعا للامانة انا داشه من قبل، امس انا دشيته، فخذيت لي جهاز ايكوم. شنو اللي خذينا؟ 3500 عدل. 3500 والايكوم والجارمن خذينا اللي هو 7.5 او 6.5 انش. 7.5 خذيناه من المحل هذا اللي هو اسمه العامة. خذينا الجهاز ويا كامل اغراضه. خل اوريكم الاجهزه كذي على السريع. يعني هذا عندك 7300. هذا العود هذا حق اتوقع الناس يركبونه بالبيوت، يركب وياه عرايل الكبار او يمكن نوع ثاني انا ما ادري. بس في بالكويت بالموجه العامه، راح احط لكم الموجه تحت، في شخص كله بالبيت قاعد ويسولف ويا الناس. عندكم هني اسمه اي سي 705 من هذا جهاز ثاني 3300. عندكم هني هم هذا اليدوي هني 7100. هذا اللي تكون شاشه مفصوله، يكون الجهاز هذا مثلا تحطه داخل الديكور او اي مكان انت عاجبك. هذا ثبته باي مكان ثاني. هذا حلو ولكن للامانه شويه يعتبر غالي يعني على الايكون، ما اشوف انه يستاهل هالسعر. هني هم عندكم الاجهزه الكبيره نفس الشيء 9700. هم تكمله الاجهزه عندكم هني، وستاندات تلفون طبعا في الاريالات. زي الاريالات. الاريال شنو فائدته بالضبط؟ انا ما اعرف صراحه. الاريال عشان يعطيك مدى ابعد، يعني كل ما صار الاريال اقوى كل ما صار عندك المدى ابعد بوضوح تسمع. طبعا هذا ما تصير يعني في انواع ما يصير تركب مع الوك توكي عشان لا يحترق الوك توكي نفسه. فهمت عليك. ولكن حق الاجهزه الثابته عاد يركب اي شيء تقدر نعم. شويه زحمه المكان. هني عندهم ولاعات والاغراض الواجي. اشوف شنو في بعد قدام واصور لكم ان شاء الله. طبعا هني بزاد القناص بس ما تشوفون عنده جناط تكتيكال، عنده بلوفرات وتاكيتات، وعندك هني جناط حق اسلحه، مصاشمات، شوازن، يعني شغله تكتيكال كابات يعني امور البر خلينا نقول. اي يعني ما عنده شغلات كشته كثر ما هو عنده، يعني ما شفت بس خيمه مبدئيا. اللي هو شنو يسمونه بالضبط؟ اتوقع تحط السلاح فيها او شيء، والله ما ادري، ما ابي افتي. هذيل ترى سليباج او فوطه سموحه. ترى فوطه هذه داخل هذه بالضبط، بس تبي الاكبر في اللي ورا اللي هي اكس لارج هذه. ترى الفوطه يعني مايكرو فايبر، يعني مايكرو فايبر بسرعه تنشف ما تاذيك. طبعا يا جماعه هذا انا كنت ادوره وحصلته عند عالم التخييم. الصندوق هذا انا عندي اياه، ان شاء الله لما ارد الكويت راح احط لكم الصوره مالته، او عندي صورته راح احطها حاليا هني. يا جماعه انا محوله عزبه طبعا، حاط فيه اغراض الشاي والقهوه والامور هذه. شنو الميزه اللي فيه؟ خل اوريكم شغله. في الربل هذا لما انت تسكره انسى الماي والتراب والوسخ، عزكم الله انه يدش داخل. طبعا في منه احجام بس ما ادري اذا متوفر عندهم ولا لا، لان انا ما لقيت الا الحجم. والله بشوف اذا سعره مناسب راح اخذ. طبعا سعره بالكويت ما يقارب ال 50 او 55 دينار حق الصندوق الواحد. طبعا هي صندوق واحد، هذا حجمه. ثاني اللي تحت هذا بروح وهذا بروح. خلينا نشوف ان شاء الله وارجع لكم.
طبعا هذا الصندوق، وللامانه سعره ما يفرق عن الكويت، نفس سعر الكويت بالضبط. ما في فرق يعني. اتوقع هو كان اساسا اغلى من الكويت، الكويت كان ارخص. تحصلونه عند ايبك اوفرلاند عدل. ايبك اوفرلاند الكويت عند ايبك اوفرلاند. حتى البوشتك الكنوبي يحصلون عند. طبعا الموتور الكويتي ما شاء الله تبارك الرحمن، تجهيزه والله حلو، الله يبارك له ان شاء الله. طبعا عندهم ثلاجات هني، مقات، سليب باقات، يعني الامور نقول البيسك. هذه ثلاجه ترى يا جماعه. وفي هناك اللي هم البطاريات اللي حق الكشته شغلك 220 فولت، شوايات، في انواع رنقات. خل افر بس واصور لكم اياها. يا جماعه للامانه الشركه هذه ما نعرفها، لا انا ولا يعقوب، عليها 90% كوبي. ما يندرى، والله لازم واحد يبحث عنها يشوف، اللي يبي يتاكد اسمها. انا سبحان الله الاشكال كلهم شايفهم انا قبل، بس ما ادري. صح يعني يمكن هذا بالمثل الجديد، هذا من مثل، هذا شايف فيول، هذا من كي ام سي. اي فيعني ما ندري يعني. هذاك اللي يركبونه اهل السفاري او اللاند، البرايد اللي لك عليه. طبعا هني في زل الامور هذه شغل كشته، يعني الزل حق الارضيه حق هذا. هني قاعد يلعبون، شوف. طبعا المحل اللي ما شاء الله تبارك الرحمن سمعته سابقته بالخليج كله، رفيق الدرب هني. انا هم من امس خذيت منهم اللي هو منظم البطاريه الاضافيه. انا وايد سمعت مدح عنه والامور هذه، ولكن ما جربته من قبل، هذه اول مره بجربه باذن الله ان ربي يكتبها لنا ونجربه. اوريكم شنو عنده. طبعا عنده وايد شغلات، من ثلاجات، تلبيس، وهذه يعني عندكم هني ثلاجه. طبعا الثلاجات هذه على بطاريه السياره تركب على الولاعه، انواع واحجام. طبعا عندهم الكمبريسرات، تقريبا الكمبريسر هذا نفس كمبريسر الكاموفلاج عدل. انواع الكمبريسرات كلها انواع هذه الاحجام. هني عندكم اللي هم منظمات البطاريه، هذا اللي هو يحول كهرباء الانفرتر. هني عندكم نوعين طبعا، انا امس شرح لي عنه، في اللي هو حق ليثيوم وفي اللي هو حق البطاريه العاديه اللي ما تكون ليثيوم. في هذا يكون فيه، اوريكم اياه بوضوح، اللي هو يكون يعني القارئ الالكتروني، وفي هني بدون قارئ. انا للامانه خذيت اللي بدون قارئ. طبعا عندهم وايد شغلات، هذا الدريل، هي شغلات هم الانفرتر والامور هذه، ومنظم كهرباء، جدر كهرباء، جدر ضغط كهرباء. الله وينك يا يعقوب؟ اي تحب هذا تكمله، يعني لو ترجع شوي هناك صورنا القسم الثاني قبل، تكمله حق حط على اي ار بي عدل. ليتات طبعا تطورت السناره على ايام قبل لما كنا نستخدم السناره ما كانت كذي. كانت 3 ساعات تطيح. ما شاء الله انواع الليتات. هذيل الجناط مالت السناره، في اتوقع اللي هو سليب باج. شوف بعد شنو عندهم هني كراسي والامور هذه. انواع الدوافير والله يعقوب انا هذا مجربه، الغوري هذا حلو بس في عيب يعني ما يكفي بس شنو يا اخي يسوي لك الشاي حنون، يعني قريب من الحلج. نشوف بعد. طبعا بس الامور اللي صورتها تقريبا، عندهم اشياء اكثر. نشوف الحين محلات الباجي شنو فيه ونرجع لكم ان شاء الله. طبعا بقول لكم على المنقذ امس، الوحش العربانه هي شالت الليله كلها امس. لاحت اغراض. طبعا الحين زي عربان واحد طالعين عرباين ثلاثه، واحده انكسرت وخذينا واحده، موجودين بالسياره راح اوريكم اياهم ان شاء الله. طبعا هني مكشاتي اسمه، عنده خيمه نفس خيمه القاضي. نشوف بعد شنو عنده، بس خل احاول ادش واصور لكم. عنده انواع سليب باقات. هني الايس بوكس
ما ادري والله عنها، زينه مو زينه ما ادري. والله الخيمه هذه حلوه، غريبه صايره شكلها غريب. هذه مالت كينجز الاستراليه، شكلها حلو والله. هني نظام جدور الضغط. هذا حق صاحبنا اللي يدرس برا سكشن مال، هذا احد يقرب راح يستانس هني. ايه هذا تحطه بالكشته وعنده جدر ضغط ما بي. هذا السكشن بالاخص اللي امس يعني حاولت اني ما ادشه، بس الحين راح ادشه غصبا علي، انا عشان اصور لكم يعني. خل اوريكم طبعا يا جماعه راح يطلع الياه اللي داخلنا حاليا. طبعا معلوميه يعني بعضكم ما يدري، انا عندي سفاريات. في السفاري هذا كلون، هذا انا اللي عندي اخو الابيض، بس احنا عجبنا هذا الصراحه، بس يعني سعره 180 دينار. طبعا انا في شغله ثانيه جايزت لي اوريكم الحين. انا جايزت لي هذه، مو الريال لا الموستنج هذه، بس ناخذها نصبغها اسود ونحط على الباب جمجمه وتصير ليثل، بس هذه موديل جديد طبعا. وانا جيت هني طبعا هذا الراجل الله يذكره بالخير وهو نفسه راعي جدر الضغط. صح سبحان الله، نفس اللون بعد والله. فرق ان هذا رنقه اسود هذاك رنقه ابيض. اي طبعا الان لو اجيب ربعي هني والله العظيم لا انه يطلعون شايلين كل الكراتين هذيل. فالحمد لله ان الشباب مو معانا، الحمد لله ان اي والله. شوف البرونكو تحت، شوف. اوه احمد الغريب. سلام خاص لك يا احمدو، شوفه تحت. اي 100 والله وايد شغلات حلوه عنده. ان شاء الله اقدر اطلع بدون ما اشتري شيء، بس لانه ماني قادر الصراحه. نشوف بس انه كذي واحنا طالعين. شوف المنيو والله حلوه. القضايا المخفيه اللي ما حد يدري عنها. ايه انا كان عندي سيكل بر طبعا قبل، وحاليا الحمد لله تبنا منه ووخرنا، بس سيكل تاب منك. كل ما اشوفه يحن قلبي عليه والله. نشوف حاليا هني في سيايير اخواننا القطريين طبعا، ترى والله ما شفت الا وحي والله قطريين، واحد قطر واحد دبي واحد سعوديه، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. شوفه طبعا الاسات كلهم ما داعي طبيعي، او يركبون ماكينه اللي هي الجيب لكسس. لا والله بس اللي صار عليك هذا مو عليك ما شاء الله، هذا ماكينه وكاله. هني عندكم الكيوتا، وما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا صاحبي هني زعلان قاعد يشوف شيء وايد احلى. انا ما خيتك. صاحبي هني مستانس يشوف شيء ما شاء الله تبارك الرحمن تحفه. بس يعني ان شاء الله راح نبدع بالسوابات احنا، ولكن يعني شوف ما شاء الله للامانه ما شاء الله تبارك الرحمن. الضفيره مخشوشه تقريبا، وما قاعد اشوف والله الضفيره الامور هذه ما شاء الله تبارك الرحمن. حوض نظيف كاسواب، والحوض هذا اهنيك على شغلك، عسى ربي يبارك لك بحلالك. انا ما ادري اذا هذا هو ولا لا، بس الكت باور يمكن هو شغله كهرباء، لان الكت الفت انا ما ادري، بس احس شغل كهرباء. لكن ما شاء الله تبارك الرحمن اهني. طبعا يا جماعه هذه الثلاجه اللي هي شغاله على ولاعه السياره 12 فولت. فمكتوب هني شنو قصه هذه؟ قصتها ان احترقت عند الريال بملحق البيت. شوفوه من داخل، شوفوه من داخل ما حاشها شيء. طبعا هذا لان قاصينها هم، يبي يوريك الفوم وسماكه الفوم. بس ما شاء الله تبارك الرحمن والله حلوه انه يعني لما احترقت كذي صارت. بس شغل عندهم استباقات جدور الامور هذه. طبعا هني الرمايه صح، عندهم كراسي، بس ابي احاول اوصل. صح عند الرمايه عندهم انواع الكراسي، زل، شغل الكشتات البر كله، واتوقع ان عندهم شغل ما شاء الله والله حلو. ما ادري اذا عندهم شغل مثلا قنص والامور هذه، انا ما ادري والله. شوف هني مشغوله الاغراض اللي فوق. طبعا عيب البوث شويه مو مرتب، شويه يلحس مخك يعني. هذه حق الشباب اللي يطبخون، هذه سعرها وايد حلو والله. اتوقع اني باخذ واحده وانا طالع الحين.
برخص والله. هذه حلوه حق اللي يكشت كشته طويله ويحتاج مطبخ ما يبي يخلي بالسياره ثابت، ياخذ هذه وايد حلوه. وكحجميا لما تتصفط حجمها وايد زين. هنا عندهم شغل الغاز والسلندرات اللي ينزل ان شاء الله. خلينا نشوفه ونرجع لكم. طبعا هني اللي هو علبه التمر التمريه، شغل الكوابه والامور هذه. هني اللي هم قعدات ارضيه اللي هو تكون نفس هذه، تقعد وتصير سناده حق الظهر. يعطيك الارض العافيه. طبعا. اللي مال الكمبريسر وين؟ اللي كمبريسر شغلات والله ضروري والله شكله حلو. اي عند الموتور. خلينا نشوف. انا عند المواضيع ها؟ قاعد ادور الهوز اللي يتفخ 4 واير مع بعض، فاتوقع انه موجود عندهم. اذا موجود ان شاء الله باخذه، بس خلينا نشوف. لان هني شغل الكمبريسرات والاشتراك والامور هذه. هذه اللي تصير ولاعه والامور هذه تصير فيها. هني اللي تفك عنك ازمه، هذا لازم موجود عند كل راعي بر. هني شغل الكمبريسرات. اتوقع ان الشيء اللي ابي يمكن موجود حوالين هالمكان. خل اشوف وارجع لكم ان شاء الله. يا جماعه انا عندي نفس هذا الكرسي، بس انا اللي عندي من كاموفلاج طبعا اريح من هذا. هذا شويه يابس، في شي شغلات خيام، ساتراكس صغيره. هذا على قد الجمني. هالجمني المفروض ياخذون كله كذي، طبعا صار زحمه فشوي خلاص قدام اصور لكم. طبعا يعطيكم العافيه. هذا فاتر ال 91 يعني محول كله حق نص مكسوس. هو ستايل غريب يعني مو متعودين عليه احنا بالكويت، ما نشوفه بالكويت، بس هذا ستايل وايد منتشر بقطر بالامارات بالسعوديه. تقريبا يسوونه على اكثر السيايير عندهم هني، الذات اليوكن التاهو ما شاء الله يعني وايد ممتاز. طبعا هو من قدام يقصه حتى من قدام عدل، حتى في بعضهم مكسوس. اي نعم. في بعضهم يصير حتى بدون فريم الباب، يصير كله مكسوس. طبعا هو اللي يقعد ورا هو اللي يقنص ويم السايق. طبعا السايق ما يقنص وهو يسوق. ما شاء الله تبارك الرحمن والله جميل. هني عندهم مطارات ايس بوكس كولمن. ترى هم من ايس بوكس كولمن. هذه عريقه يعني من وايد زينه. افتح لنا واحده بس. شوف لازم. اتوقع هي نفس طريقه اللي بالفلوج اللي طاف اللي صورناها. هذه كامله اللي هي كان لونها تيفاني. اي نفس تقريبا يعني نفس الاداء. عندهم سوالف. هذا النايت ايز الشيء حده سوبر على ليق حق هذا مربط. هذا مرابط. شنو عندهم والله اكثر شيء مطاطير يعني. مطاطير يعني اغلب الاشياء المطاطير. فوط هني في شيء يذكر. خلينا نشوف شنو في ورد. هذيل ستانلي. طبعا ما له داعي اشرح عن الستانلي يعني الكل يعرفهم. شوف والله هذا اعتقد لتر. اي لتر و100. هذه حق الكشه تقعد يوم كامل تشرب ماي فيها ما تخلص، وتسوي فيها شاي اذا تبي. ان شاء الله. اغلب شيء عندهم اللي هو انواع الستانلي والامور هذه. بس خلينا نشوف لنا مكان ثاني بصور لكم. خلاص احنا طالعين خالص. حلوه حق الكشته طبعا ثقيله والله فيها وزن. شوف نفس هذيل بس الوان تختلف يعني، بس والله حلوه يعني كأنك ماخذ وياك براده الكشته. ولا شو تقول؟ وايد جميل. شغل براده. ترمس. ترمس. طبعا عندهم هني مقات جام الوان طبعا كامله. يا جماعه المحلات اللي هني ما تفرق عن المحلات اللي طفناهم، نفس الشيء بس تقريبا الاشياء متشابهه يعني. نبي ناخذ عسل حق يعقوب من امس. ابي عسل. أيوة. ابي عسل ماني قادر انام. ابي عسل. لا لازم بحجك خلاص. احب السيارات اللي قلبي ودي اني اشتريها بس ما شريتها للحين. هذا لو 4 بيبان بعد ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هذا همر اتش 1. طبعا شوفوا تأملوا بالهمر هذا، ونهاية الشهر هذا اللي هو شهر 10 ان شاء الله راح تشوفون واحد راح تشوفون اللي احلى منه ولا اقوى منه ان شاء الله يعني. بس عشان اكون صريح يعني دعاميته متألق علينا امانة، كلمة الحق تنقال. دعاميته متألق. انا اللي عندي دعاميته اللي هي قديمة والسلة
السله، بس السله شيء اختياري يرجع بالاخير. طبعا يا جماعه قلت لكم انا امس شريت اغراض، طبعا درسنا الدبه، هذه الاغراض اللي شريناها اليوم. هنا عندكم الكمبريسر للARB خذيناه، خذينا الجهاز الايكوم، عندكم هني هذا المنظم، الامور الباقي كلها هني ان شاء الله. خلينا نوصل الكويت ان شاء الله، راح يكون في فلوج تركيب الاغراض هذه على السياره والامور هذه.